السلام عليكم حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة حبايبي هنعمل الكبدة وهنعرف اسرارها وتكاتها. الكبدة زي ما بتتعمل بالظبط في العربيات اللي في الشارع، هتقدري تعمليها في البيت بكل سهولة. المقادير بتاعتنا هنا هستخدم 3 فصوص ثوم مفرومين زي ما انتم شايفين كده، وعندي فلفل الوان برضو انا فرماه فرمه بسيطه زي ده كده، ويبقى عليه قرن شطه كده، مش حابه ما تحطيش. اول حاجه هعملها خالص ان انا هجيب الثوم بتاعي وانزل بيه على الخلطه بتاعتي، الفلفل اللي انا فرماه اختصارا للوقت. تمام كده. بعد كده هنزل بيه معلقه من الكمون اهو، معلقه كمون ومعلقه من الكزبره ناعمه ونص معلقه كده من الفلفل الاسود. تمام. واقلب الخلطه بتاعتي دي كلها كده ببعضها، ودي هسميها الدقه بتاعتي. طب هنحط خل، هنحط ليمون؟ لا هنستخدم خل ولا هنستخدم ليمون ولا هنستخدم بصل. الكبده اصلا تتعمل بالثوم مش بالبصل. خلاص كده الدقه بتاعتي كده بتاعتي جاهزه، اركنها على جنب. عندي هنا ربع كيلو من الكبده. هضيع الزفاره بتاعتها ازاي؟ اللي انا هنزل عليها ب اهو معلقه طحينه بس. الطحينه بتضيع الزفاره، واقلبها فيها. خلصتها، هاخد الدقه بتاعتي اللي انا عملتها ديت، هنزل عليها كده برشه بسيطه من الملح اهو، واقلبها كويس. وهاخد منها معلقه من الدقه وانزل بيها على الكبده بتاعتي واقلب اهو. بس كده خلاص، ولا اي اضافات. اركن الكبده بتاعتي كده يجي نص ساعه او ربع ساعه مثلا تتشرب من التتبيله ديت، واجهز بعد كده النار واوريكم الخطوه الجايه. بعد كده حبايبي طول ما انتم شايفين الزيت سخن، هنزل فيه بالكبده بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو، بالطحينه بتاعتها، معلقه التتبيله اللي احنا حطيناها زي ما انتم شايفين. واشوحها شويه كده على النار قبل ما اضيف لها التتبيله. خدت كده تشويحه كويسه وبدا يتغير لونها. اعمل ايه دلوقتي؟ هروح اجيب التتبيله اللي احنا عملناها، التتبيله بتاعتنا اللي احنا عملناها، وانزل بيها كده على الكبده بتاعتي واقلب. ويا سلام على الريحه اللي طالعه. زي ما انتم شايفين كده، هسيبها برضو 5 دقايق مع التتبيله اللي انا حطيتها. سيبها كده معاها 5 دقايق. خلاص سيبناها كده 5 دقايق. يبقى 5 دقايق الاول لوحدها، بعد كده نضيف التتبيله المفرومه بتاعتنا ونسيبها معاها 5 دقايق برضو كده على النار. بعد كده اجي اضيف بقى عندي فلفل الوان كده انا مقطعاه. يا سلام لو عايزه تضيفي كمان
الفلفل الحراق معاه. طبعا الكمية حسب الرغبة. اهو ونقلب. ما فيهاش بصل خالص. لو عايزة تعمليها زي العربيات ما فيهاش بصل خالص. زي ما انت شايفة كده. ننزل عليها كمان فلفل. خلاص. واسيبها على النار تستوي شوية كده كمان 10 دقايق على نار هادية. تشرب بقى من التتبيلة بتاعتها وريحتها من غير حاجة اصلا، يعني واصلة لاخر العمارة. جميلة. وده كان شكلها النهائي حبايبي اهيت بعد ما شلتها من على النار. طعم وريحة جنان والتتبيلة بسيطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.